بيتم ظابط. في حملة كبيرة جدا على مدار الطريق. انا عارفة ان كل مرة بيتم التخطيط ليها وبيكون عناء وهم كبير بالنسبة لضباط الشرطة. بالظبط طبعا، وان شاء الله تعدي على خير وتبقى متحمله ان شاء الله على اكمل وجه باذن الله. دي مش اول حاجه في اسكندريه يعني، مش اول مباراه تحصل عندنا، واحنا راضيين على كده ان شاء الله تعدي على خير. الله يكون في العون سيادة النقيب، ودايما شوارع اسكندرية بتنتظم بوجودكم فيها، وده بيطمن عموما المواطن، لان المواطن محتاج ان يطمئن، وخصوصا في الاحداث الكثيرة اللي بيشوفها للأسف في الطريق. وانا شايفة الصبح كان في حادثة في طريق كورنيش، وكان في عربية ونش تقريبا كانت بتشيل العربية. في تواجد امني ملحوظ، نتمنى تكثيفه، والطمع دايما بيكون لصالح المواطن. ان شاء الله يا فندم. بشكر حضرتك. بشكر حضرتك. الف شكر. مع السلامة. سيادة نقيب معتز درويش وصف لنا وصف دقيق. الحمد لله الاسعاف بنطمئن عليها، ما فيش اي حاجه حدثت، يمكن هي وقت قصير وانتهت. وايضا بالنسبه لمحاكمه نخنوخ، ودي من الحاجات اللي يمكن بتقلق المواطن، وخصوصا اللي بيقطن في هذه المنطقه. نرجع تاني لموضوعنا اللي بقاله قد ايه، كام سنه؟ 30 سنه. 30 سنه. لا احنا بنتكلم على القرار، لكن التهجير كان اكتر من 60 سنة. ده اخر تهجير، اخر تهجير كده. نرجع بقى للقطار 30 سنة. 30 الاولانيين نيجي 30 تانيين. في منظر جميل جدا من خلال القطار نوب او رحلة البلد، وده واضح من الكتيب اللي بتصدروه تقريبا كل سنة. مجلة بتصدر مجلة مخصوص لرحلة القطار، بتصدرها جمعية نوب للتراث النوبي. بنتواصل بيه بأنشطتنا وبمجالاتنا من اسكندرية لحد أهلنا في أسوان. يعني القطار العطار لا مطرب اسمه خالد العطار، والحركات الشبابية اللي موجودة في اسكندرية، الحركات النوبية الشبابية اللي موجودة في اسكندرية. واعرف طريقتك بالصورة تتحدد، شارك واكسب قطار نوب. الهدف الأساسي هو التواصل ما بين المهجرين والقائمين بالفعل. طب اللغة ليه نقدر نقول انها من اهل النوبة اللي هم بيسكنوا دلوقتي في اسكندرية وفي القاهرة بدأت تقريبا يعني تندثر او تتلاشى؟ للأسف. ايه السبب؟ بالنسبة لي انا الجيل الثالث للتهجير، ما حضرتش طبعا البلد القديمة، فانا ثالث جيل اتولدت في اسكندرية، اتربى في اسكندرية وعايش في المدارس، درس دراسته في اسكندريه وحياته، واتجوزت هنا وعشت هنا، فبالتالي بقيت اسكندرانيه خالص. فكره التواصل ما فيش تعامل باللغه النوبيه. كانت اللي بتتعامل باللغه النوبيه هي جدتي، اللي كانت بتتكلم في البيت نوبي خالص. فطلع الجيل اللي بعديه والجيل الثالث اللي هو انا اسمع اللغه افهمها بس ما اقدرش انطقها. تفهميها لكن في النطق لا، صعب في النطق. صعب. ولذلك احنا فكرنا في الجمعيه ان احنا نعمل الحفاظ على التراث النوبي. الحفاظ على التراث النوبي من ناحيه الناحيه الفنيه، من الناحيه الادبيه، من ناحيه اللغه زي ما حضرتك ما قلتي. بنحاول نتعلم اللغه من ناس هم حافظين، لان اعتقد لو الجيل اللي هو جدتنا توفى فمش هنلاقي حد يوصل لنا اللغه بتاعتنا. احنا بنحاول نلحق نفسنا على قد ما نقدر في الجمعيه. يمكن احنا شايفين هنا ده القطار هو بيتحرك. حضرتك توصف لنا بقى بيطلع منين وبيجمع، يا ترى اهل النوبه فقط ولا بيسافر معاه حد من زوار اسكندريه، يعني من اهل اسكندريه ايضا لمعرفه اهل النوبه؟ في اصدقاء لينا بيسافروا معانا، بيبقوا برضه نفسهم يشوفوا النوبه بتبقى عامله ازاي، عادات الناس وتقاليدها، بيقضوا العيد الكبير عندنا، بيشوفوا اللغه، بيشوفوا الاماكن السياحيه اللي في اسوان. يعني احنا شايفين هنا تقريبا بعض الصور، وده المجله اللي حضرتك تم اصدارها عن طريق الجمعيه. القطار بيتحرك طبعا من اسكندريه لحد اسوان. في قطرين، واحد بيطلع الساعه 3:30 وواحد بيطلع الساعه 5. بيجمع كل القرى النوبيه. يعني حضرتك هتلاقي في كل عربيه قريه نوبيه. كل عربيه قريه؟ يعني كل قريه اسم قريه واخده عربيتين في كل قطر.
فعندنا قطرين بيطلع من اسكندريه زيهم 2 بيطلعوا من القاهره بدعم من وزاره الشباب والرياضه. بيوصل لغايه من اول اسنا اول محطه للنوبه لغايه اسوان. في كل بقى قرية لما بتنزلوا يعني اللي راكب القطر اللي بينزل أهل القرية ولا الكل بينزل؟ يعني إيه اللي بيتم المنظومة التنظيم اللي أنتوا قمتوا بيه؟ هو بيبقى كل قرية بتنزل في المكان بتاعها. يعني مثلا قرية إسنا بينزلوا أهل إسنا. أهل إسنا بينزلوا في قرية إسنا. أهل أمبركوب بينزلوا في قرية أمبركوب. بيروحوا لأهاليهم بقى يعني. تمام بيروحوا لأهاليهم بيقضوا العيد الكبير هناك. طبعا بتبقى فرصة يشوفوا بعض، بيبقى فيه أحسن جو يعني بيتعمل فيه الأفراح النوبية. تمام. بعد كده لسه محافظة على شكلها الأفراح النوبية. طبعا. يعني عارفة بتقعد ليالي يعني الفرح مبقاش بيبقى ليالي وذبيح يعني قصة كبيرة. وليها عادات وتقاليد. وعادات وتقاليد والحنة النوبية وكمان بتعمل تقريبا ملابس خاصة للعروس في كل يوم مختلفة. تمام. ألوان مختلفة مش كده ولا أنا؟ لا تمام يعني. بيبقى آخر يوم تقريبا بتلبس التوب اللي هو الزين. هو اختلفت برضه المسألة إلى حد ما اختلفت بالتطور. بيبقى هي ليلة الحنة ليلة واحدة، العروسة بتبقى متحنية ومحافظين على الجزئية دي. دي الحاجة الوحيدة اللي بتوصل لنا اللغة هي الأغنية النوبية. هي اللي بتوصل اللغة للجيل بتاعنا والأجيال. جميل. لسه في محافظة على الأغنية عن طريق الموسيقى وعن طريق الحاجة الوحيدة اللي باقية في النوبة فعلا حتى رغم الهجرة هي الموسيقى والأغنية النوبية والتقاليد النوبية زي الرقص والعرس والكلام. يمكن احنا هنشوف مع بعض دلوقتي يسمحوا لنا من التراث النوبي علشان نشوف قد ايه هم بيحافظوا على تراثهم وبيسعدوا بيه وبيسعدوا الاخرين بيه حقيقي لانه هو مميز جدا وليه طبع خاص بيه بيدي او بيفوح منه الطيبه وبيفوح منه العراقه والاصاله. قد ايه جميل فعلا حتى في رقصاتهم تحسها فيها رقه فيها تعبير جميل. ده اعتقد فرح ولا مجرد اغنيه؟ ده اعتقد دي فرقة فنون شعبية تقريبا. فنون شعبية. فرقة فنون شعبية أسوان. ده شكل خاص بيهم من قديم الزمن. برغم نقول وجهة التهجير ولكن التماسك والتقاليد والفرحة النوبية واضحة جدا. حتى الزي النوبي محافظة عليه. والرقص رقصة الأراجيل. رقصة الأراجيل. دي بتبقى رقصة والشباب بيقفوا في الصفوف تمام والبنات بيقفوا في الصفوف بيرقصوا رقصة معينة على أنغام معينة برضه. الأنغام النوبية. يمكن أهم علاجكم بتبقى الدف الطنجور لأن المسألة برضو في تطور أكثر فبقى في الأورج دلوقتي بيمثل. نظرتكم بقى للدستور الجديد بما إن احنا اتكلمنا عن قصة القطار وقصة التهجير، نظرة أهل النوبة للدستور الجديد وموقعهم داخل هذا الدستور وأمل العودة. الحقيقة احنا لنا في ثلاث حاجات أساسية كنا باستمرار بنطالب بيها. حق العودة لأماكننا الأصلية اللي احنا كنا موجودين أصلا فيها. يعني انت تسمى تقريبا بالصيد، يعني أهل النوبة كانوا ما عندهمش حرفة غير حرفة الصيد والزراعة. فالتجارة كمان. التجارة أخيرة. لكن وقبل التهجير كان الصيد والزراعة. وقبل التهجير برضه كان في تجارة ما بين السودان وما بين النوبة وما بين مصر، يعني كانت المنطقة دي كانت احنا لنا ثلاث حاجات أساسية المفروض تكون موجودة في الدستور. حق العودة وده حق أصل النوبيين ورجوعوا إلى مكانهم. في اللغة محتاجين من الحكومة انها تساعد في زي المدارس الليلية زي تساعدنا في ان احنا نحافظ على تراثنا عشان ما يندثرش. زي ما قلت لحضرتك احنا الجيل الثالث للتهجير صعب جدا على اولادي النهارده هيبقوا منفصلين تماما عن الناس. الحاجة الثالثة وبرضه مهمة، احنا عندنا تاريخ مش لاقيينه.
النوبه ليها تاريخ موازي مع تاريخ الفرعوني. التاريخ ده احنا مش لاقيينه، موجود في متحف النوبه. بنحاول ندور عليه، لكن الحقيقه احنا محتاجين برضه دعم من المقصد منه التعميم يعني، او يدرسوه الاجيال يبقى موجود. بالظبط التاريخ النوبي محتاج ان احنا نعرفه، محتاج الناس تدرسه زي تاريخ الفرعوني بالظبط. ده حق اكيد لكل اهل النوبه، واحنا متابعين معاك، ويمكن من قبل ما نولد كمان ابائنا يعني باللي بيحصل، ودائما في تعاطف ما بيننا وما بينكم، لان اغلب اهل اسكندريه تقريبا من اهل النوبه، من اهل الصعيد، هو خليط طبعا، واهل بحري الاصل اسكندريه، خليط اسكندريه، وبقينا كلنا نسيج واحد، فاوجاعنا هي واحده، ومطالبنا وامنياتنا واحده. فنتمنى فعلا في الدستور الجديد يتحقق الثلاث مطالب اللي طلبت فيها الاستاذه سلوى جمال رئيس جمعيه نوب للتراث، واستاذ محمد السيد عضو بالجمعيه. بشكركم جدا، سعدت بلقائكم، بتمنى فعلا تحقق كل امانيكم وتجدوا الراحه، لان قد ايه الانسان لما يكون مرتاح في مكانه بيبقى عطاؤه بسخاء بشكل غير عادي. بشكركم اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بنرجو تكونوا استمتعتم، اضفنا اليكم اضافه جديده، والى اللقاء الاسبوع القادم مع اسره صباح الخير يا بحر ليوم السبت.